السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل نوع من اسهل واجمل المعجنات، وهو الشوريك او البريوش بعجينه قطنيه هشه بمكونات بسيطه موجوده في البيت. طعمه تحفه، ينفع في الفطار او العشاء مع كوبايه شاي. حلو جدا، ريحته بتبقى رهيبه وبتدفي ريحه البيت. ريحه المعجنات والمخبوزات في البيت بتبقى تحفه. هنعمل النهارده ان شاء الله الوصفه بطريقه سهله وبسيطه وبانجح مقادير هتظبط معاكي. بس عايزاكي قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفيني اشتركي معايا بالقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. استخدمت نص كيلو دقيق، واستخدمت 4 معالق من الزبدة والزيت، ربع كوباية سكر، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، واستخدمت معلقة صغيرة من الخميرة وذرة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر والفانيليا، وطبعا كوب لبن دافي. اول حاجه هحط المكونات الجافه مع بعض. ضفت الخميره وذره الملح على الدقيق وهقلبهم كويس. هقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هبتدي احضر الخليط التاني. هبتدي اضيف عندي البيضه، والبيضه لازم بتبقى بدرجه حراره الغرفه، وهحط عليها الفانيليا عشان مش عايزه يبقى فيه اي ريحه زفاره او اي حاجه للبيض، وهخلطهم كويس قوي مع بعض. وبعدين هبتدي احط بقيه المكونات. ضفت السكر وهحط معاه الزبدة بتفرق جدا في الطعم وبتخلي العجينة هشة وطرية. وهبتدي اقلبهم كويس قوي. انا عايزة افضل اقلب لحد ما احس ان السكر داب جوه الخليط. وبعدين بضيف البيكنج باودر وهبتدي اقلب تاني، اقلبهم كويس قوي مع بعض. انا حاسة هنا ان العجينة محتاجة شوية زيت فزودت شوية زيت، وهبتدي اقلب كويس لحد لما السكر يدوب خالص. خلاص كده تقريبا الخليط جاهز معايا. هبتدي اضيف عليه اللبن. بحط اللبن شوية بشوية، مش بحطه كله. بقلبهم كويس مع بعض لحد لما احس ان هو بيوصل للقوام سايل ومناسب. هضيف تاني اللبن شوية بشوية زي ما قلت، لحد لما الخليط بيجهز معايا والسكر بيدوب خالص. وبعد كده ببتدي اضيف الدقيق بالتدريج. دي اهم نقطة تاخدي بالك منها، اوعي تحطي الدقيق كله مرة واحدة. هنضيف بالتدريج شوية بشوية لحد لما ابتدي اعجن والعجينة تلم معايا. وعلى فكرة العجينة دي لازم بتكون بتلزق شوية عشان تبقى مرنة وطرية معاكي، وتعرفي بعد كده تشكليها بسهولة. يعني بصي الطراوة انا بدوس عليها طرية وهشة وجميلة جدا. خلاص كده انا عجنتها ولمت معايا. وبعدين هحطها في فرن دافي لمدة ساعة لحد لما يتضاعف حجمها. أنا كده غطيتها. بعد ما بيتضاعف حجمها ببتدي أطلعها من الفرن أو المكان الدافي اللي كانت محطوطة فيه. هتلاقيها معاكي بقت طرية وهشة جدا وجميلة، وهيبقى سهل عليكي ان انتي تشكليها. انا هنا عايزة بقى اختبر العجينة. بختبرها يعني ما شاء الله هشة وجميلة جدا وبتتلم معايا في منتهى السهولة. وعلى فكرة من اساسيات نجاح العجينه ان هي تكون بتلزق معاكي بسيط كده، هو ده دليل ان هي هتكون هشه وطريه معاكي. هبتدي بقى اخدها واقطعها لقطع متساويه على قد ما هقدر. هحاول اخلي القطع تكون متساويه. هعمل العجينه كلها بالشكل ده لحد لما اجمع القطع كلها. انا هنا جيت اخد قطعه حسيت ان هي هتبقى كبيره شويه، بقطع منها وبحاول اخلي القطع كلها متساويه علشان يطلع كله حجم واحد ويبقى شكله حلو. هعمل القطع كلها بالشكل ده لحد لما اخلص القطع كلها عندي. وبعدين اخد كل قطعة وابتدي اعملها شكل رول او اسطوانة كده، بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة، لينة وطرية جدا. هبتدي اعملها بس احاول كلها تبقى الرول كله يبقى سمك واحد، وحاولي ما تخليهاش تبقى تخينة. يعني كل ما يبقى حجمها مناسب كل ما تبقى افضل. خلاص انا لفيتها معايا رول وخلاص كله بقى حجم واحد. ممكن تعمليها الشكل ده، بعمله رول وبلفه كده حوالين بعضه بيبقى شكله جميل وتحفة. او ممكن تعمليها مثلا شكل ضفيرة زي ما انت حابة، الشكل اللي انت حباه، التشكيل ده بقى بتاعك. خلاص انا كده جهزتها، وهبتدي اعمل بقية الكمية عندي كلها بالشكل ده. بس تاخدي بالك ان نهاية الطرف انا بحاول احطه تحت العجينة عشان ما يجيش يفتح منك بعد كده لما ترجع وتخمر لتاني مرة. هعمل قطعة تانية نفس النظام، هاخدها برضو واعملها رول، الفها بايدي كده ان انا اخليها شكل الاسطوانة. وبعدين ابتدي افردها عندي على الترابيزة واحاول احافظ على السمك. لازم الرول كله يبقى نفس السمك، مش هرفعه قوي ولا هخليها تخينة علشان تستوي معاكي وتطلع كلها مستوية وهشة وجميلة.
خلاص أنا كده ظبطته وهلفه وهعمل نفس الشكل تاني. هفضل أكمل بقية القطع كلها لحد لما أخلص القطع عندي كلها بنفس الشكل. والطرف بحطه تحت العجينة زي ما قلتلك عشان ما تجيش وتفتح معاكي. خلاص كده خلصت معايا، بس هنا كنت انا حطيتها في الفرن لتاني مرة، ودي لازم تاخدي بالك منها. بتتحط في الفرن مرة تانية، بتتخمر لمرة تانية لمدة نص ساعة في فرن دافي، بتطلع معاكي بالشكل ده. وبعد كده هبتدي ادهن الوش بتاعها بالخليط ده اللي هو عبارة عن بيضاية وشوية نسكافيه وعليهم شوية لبن، معلقتين لبن. طب ليه بحط النسكافيه؟ علشان البيضة ما شاملهاش اي ريحة زفارة. ممكن تستبدلي النسكافيه بفانيليا لو حابة. خلاص كده انا خلصت الخليط ودهنته. هرش على الوش السكر، وهكون مسخنة عندي الفرن على درجة حرارة 180. ما بتاخدش منك وقت، ربع ساعة بالكتير بتكون طلعت، بتتحمر من فوق ومن تحت كويس. مش عايزة اقولك لما طلعت ريحتها كانت تحفة، كانت قلبة ريحة البيت كله. وصفة سهلة وبسيطة، مغذية وجميلة للولاد. هتعمليها، ممكن تعملي عندك كمية وتخليها عندك في التلاجة، وفي أي وقت هتطلعي وتسخني منها. حلوة جدا للفطار وللعشاء. بصي أنا هنا بحاول أفك الطبقات من بعض، طالعة هشة وجميلة وفي منتهى الجمال، وكانت ريحتها تحفة وطرية جدا. عندي ولادي بيموتوا فيها. وكمان حاولت ان انا ابين هنا سواها ما شاء الله، مستوية من فوق ومستوية من تحت ومتحمرة كويس، ما بتاخدش وقت، ووصفة في منتهى الجمال. اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله هستناكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبإذن الله تعجبكم. واستنوني ان شاء الله في وصفات تانية جديدة. متشكرة ليكم. ما تنسوش اللايك والشير.